المذيعة لمياء فهمي عبد الحميد بنت المخرج الكبير فهمي عبد الحميد ربنا يرحمه. دايما كانت لما تطلع في اي برنامج بتبين قد ايه ان هي كانت مرتبطة جدا جدا بوالدها، وكانت من كتر ارتباطها بيه كانت دايما اي مكان بيروح ودايما كانت بتكون معاه، حتى مكان شغله كانت بتكون متواجدة معاه من كتر ما هي كانت مرتبطة جدا بيه. عشان كده لما توفى كانت صدمة كبيرة جدا بالنسبة لها، ورغم ان هي كانت صغيرة وقتها بس لكن كانت مدركة كل شيء بيحصل حواليها. وده لأن كمان الوفاة حصلت قدامها، فده اللي كان بالنسبة لها صعب جدا، وبتقول الموقف ده أنا مش قادرة أنساه خالص لغاية دلوقتي. ففي ذكرى وفاته كتبت الكلام اللي قدامكم ده، يمكن كلام صعب قوي لأن هي فعلا بتبين قد إيه إن هي موجوعة من فراقه، ومش قادرة إن هي تتأقلم على الحياة بدونه. فبتقول إيه بقى؟ بتقول 33 سنة فراق ووجع وألم واحتياج واشتياق وذكريات كتيرة قوي معاك، بفتكرها رغم إني كنت صغيرة، بس فاكرة كل كلمة وحرف منك، كل طبطبة سبت بصمتك مش بس في أعمالك لكن حفرتها جوه كل قلب من قلوبنا. بحبك يا أعظم أب في الدنيا كلها، وحشتني ووحشتني كل حاجة معاك، اللي عشته واللي ما عشتوش ومعرفوش. ربنا يرحمك يا رب. بصراحة كلامها كان مؤثر جدا ومبين قد ايه ان هي فعلا كانت مرتبطة بوالدها، لانها لغاية دلوقتي فعلا في اي لقاء بتطلع بتتكلم عنه وبتقعد تدمع، وبتبين قد ايه ان هي فعلا مش قادرة لغاية دلوقتي تتخطى موضوع وفاته. يعني قالت ان هو رغم ان هو مات بقاله سنين كتير، لكن انا مش قادرة اتخطى الموضوع ده. ومش بس هي اللي كتبت كلام جميل لوفاة والدها وان هي مرتبطة بيه ومش قادرة تنساه، كمان اخوها وائل فهمي عبد الحميد، ان هو برضه مخرج، طلع زي والده مخرج، برضه كتب له كلام في ذكرى وفاته مؤثر جدا. تعالوا نقرا كده مع بعض. بيقول له: أبي الحبيب، رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم جسدا، ولكن ما زالت روحك تحاوطنا، ولكن ما زلت حيا بأعمالك وسيرتك الطيبة. أفتخر بأنك أبي، أحمل اسمك جوار اسمي، فلولاك ما كنت أنا. رحمك الله وجعلك أنت وباقي المسلمين في روضة من رياض الجنة. ربنا يرحمه يا رب، يغفر له ذنوبه. ده الكلام اللي كتبه له ابن وائل، ونزل الصورة دي اللي انتوا شايفينها دي مع الكلام اللي كتبه فوقيه، وقد ايه بيبين ان هو فخور جدا بيه وبيدعيله دايما ربنا يرحمه ويغفر له ذنوبه. ودايما لمياء ووائل لما بيطلعوا في اي لقاء بيتكلموا بيقولوا ان والدهم كان حريص جدا ان هو ياخدهم من هو صغيرين معاه في اي لوكيشن تصوير، وده اللي خلى ابن وائل يطلع حابب المجال او يبقى مخرج زيه. فهسيبكوا شوية مع صور ليه ليهم هم صغيرين وهم معاه في اللوكيشن، وكمان صور للمخرج نفسه مع بعض الفنانين اللي كانوا بيعملوا معاه الفوازير. فهسيبكم مع الصور وقولوا لنا رأيكم فيها.